ريال مدريد يصدر بيانا جديدا بشأن فينيسيوس جونيور ويهاجم رئيس الاتحاد الإسباني. أصدر نادي ريال مدريد بيان جديدا بشأن وقائع العنصرية المؤسفة ضد لاعب الفريق فينيسيوس جونيور خلال مواجهة فالنسيا أمس في الدوري الإسباني. وشهدت المباراة أحداثا مؤسفة، حيث دخل فينيسيوس جونيور في مشادة قوية مع جمهور فالنسيا بعد تعرضه لهتافات عنصرية مسيئة من قبل البعض. وحصل فينيسيوس جونيور على بطاقة حمراء في اللحظات الأخيرة من الشوط الثاني من المباراة بسبب اعتدائه على أحد لاعبي الخصم. ووجه فينيسيوس استفزازات تجاه جمهور فالنسيا خلال خروجه من أرض الملعب كرد فعل على ما حدث تجاهه. بيان ريال مدريد الثاني: نود أن نشكر لاعبنا فينيسيوس جونيور خاصة بعد العروض العديدة للتعاطف والتضامن والعاطفة التي تلقاها من جميع أنحاء العالم. يجب القضاء على الاعتداءات البغيضة والعنصرية في مجتمعنا إلى الأبد. هكذا تحدثت شخصيات من جميع مناحي الحياة ومن مختلف المؤسسات الوطنية والدولية بعدما حدث أمس في ملعب ميستايا. نعرب عن امتناننا لأعلى سلطة في كرة القدم العالمية جياني إنفانتينو رئيس فيفا، الذي قال إنه يجب إيقاف المباريات التي ترتكب فيها جرائم الكراهية هذه. كما تقدم بلا شكر إلى رئيس البرازيل لولا سيلفا، الذي دعا إلى اتخاذ إجراءات جادة لمواجهة هذه المشكلة والتي وقع ضحيتها. كما قال: شاب نجح في الحياة وأصبح من بين أفضل لاعبي كرة القدم في العالم. وبالمثل أظهر زملاؤه تضامنهم ودعمهم تجاه فينيسيوس سواء من ريال مدريد أو بقية الفرق في العالم. أساطير، لاعبون ومدربون، بعضهم مهم على الساحة الدولية مثل رونالدو نازاريو، موبابي، ريو فرديناند، نيمار، كاكا، جدون سانشو، ليونيوكر، روبرتو كارلوس أو كاسيو ميورو، من بين العشرات والعشرات من شخصيات كرة القدم العالمية. كما استنكرت وسائل الإعلام الدولية الكبرى الأحداث المؤسفة التي وقعت في جميع أنحاء العالم وأحرجت كرة القدم لدينا. الواشنطن بوست أو ليكيد على سبيل المثال لا الحصر، فإنهم يؤكدون بقوة على المشكلة الخطيرة لكرة القدم الإسبانية. وأخيراً، فوجئنا بتصريحات رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس لكونه رئيس كرة القدم الإسبانية ومؤسسة التحكيم، فقد سمح بعدم اتخاذ الإجراءات الحازمة وفقاً لبروتوكولات الفيفا لتفادي الوضع الذي وصلنا إليه. لقد تضررت صورة كرة القدم لدينا بشكل خطير وتدهورت في عيون العالم كله. ساهمت سلبيته في عجز لاعبنا فينيسيوس وعجز الحكام على التصرف بحزم وتطبيق البروتوكولات التنظيمية، حيث اختاروا في معظم الحالات منع أنفسهم وتجنب اتخاذ القرارات التي تتوافق معه. بالأمس فقد تهرب الحكم والمسؤولون عن حكم الفيديو المساعد من مسؤولياتهم واتخذوا قرارات غير عادلة بناء على صور غير مكتملة لم تشاهد في مجملها، والتي كانت متحيزة وأدت إلى الطرد المباشر للاعبنا فينيسيوس جونيور. لسوء الحظ لا ننظر إلى ما حدث أمس على أنه شيء منعزل، بل شيء تكرر في كثير من مبارياتنا. الضحية التي تعاني من هذه الجريمة لا يمكن أبدا أن تتحمل المسؤولية عن الجريمة. لكل هذه الأسباب نشعر بقلق بالغ من عدم اتخاذ الاتحاد الإسباني لكرة القدم أي إجراء طيلة هذا الوقت، على للرغم من إشارات الإنذار الواضحة والمتكررة التي يندد بها نادينا. نأمل بالنظر إلى خطورة الوضع الحالي والصورة التي تقدم بها كرة القدم الإسبانية إلى عالم اتخاذ إجراءات قوية وفورية من قبل جميع أولئك الذين لديهم المسؤولية والسلطات لمكافحة هذه الآفات المتمثلة في العنصرية وكراهية الأجانب وكراهية. سيستمر نادينا في العمل حتى تستمر القيم التي حافظت على تاريخنا في أن تكون نموذجا للتعايش.